السلام عليكم، اهلا بيكم في الجزء الاول من حكايه نيلي. قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناه عشان نوصل 100 مشترك، ويلا نبدا قصتنا. يقال ان الوحوش دمرت كل البشر الموجودين في العالم، وما فاضلش غير البشر المعزولين في مدينه مخفيه في الجبال، واللي فقدوا الاتصال بالعالم الخارجي لمئات السنين، واسم المكان ده هو المدينه المجيده. وبنروح لمبنى في المدينه المجيده اسمه معهد الاوركيد المقدس، وبنلاقي المعلمه شينزيو، وهي واحده من العائله المقدسه في المدينه المجيده. والعائلة المقدسة واحدة من 3 عائلات رئيسية، وبتشرح المعلمة للتلاميذ ايه هو الروحاني الشيطاني وايه هي رتبهم. وبتقول ان في نوعين من الناس، روحاني شيطاني ومقاتل، والاتنين بيكون ليهم 5 تصنيفات، وهي برونزي، فضي، ذهبي، ذهبي اسود، واسطوري. والفرق بين المقاتل والروحاني الشيطاني هو ان الروحاني يقدر يدمج روح الشيطان في روحه، وده بيديله قوة اكبر بكتير من المقاتل. والمعلمة شينزيو هي روحانية شيطانية من التصنيف الفضي، وبتمتلك المعلمة روح شيطان الثعلب القرمزي المشتعل، وبتوري قدرتها للتلاميذ. والتلاميذ كلهم بيكونوا منبهرين بالمعلمة، على تلميذ واحد بيكون نايم وهو بطلنا نيلي. وبيفتح نيلي عينه وبيسأل نفسه انا فين؟ انا اخر حاجة فاكرها اني كنت محاصر ومت في المعركة. ايه اللي جابني معهد الاوركيد المقدس؟ معقول اكون انبعثت مرة تانية؟ وبيبص جنبه وبيلاقي اصحابه لو بياو ودوزي اللي ماتوا قاعدين جنبه، وكمان زيون اللي هي البنت اللي بيحبها بتكون عايشة، وما بيكونش مصدق نفسه وفاكر انه بيحلم. وبيفتكر كتاب كان دايما معاه اسمه كتاب روح الشيطان الزمني، وبيلاقي ان الكتاب اختفى، وبيقول انه اكيد هو اللي رجعني للحياة مرة تانية. وبيفتكر نيلي اللي حصل له في حياته السابقة، وبيقول ان المدينة المجيدة اتعرضت لهجوم من وحوش عاصفة الجليد، وحارس المدينة المجيدة اللي هو الروحاني الشيطاني الوحيد من التصنيف الأسطوري واسمه ييمو مات في المعركة. ونجا كام ألف واحد من المدينة وهربوا عن طريق الصحراء، لكنهم كانوا بيموتوا واحد ورا التاني في الطريق. وأثناء هروب نيلي مع صديقته زيون نشأت قصة حب بينهم، لكنها للأسف انتهت بموت زيون بسبب هجوم وحش عليهم. وكمل نيلي رحلته بعد عبور الصحراء وسافر في أنحاء القارة، وقابل نيلي ناس تانيين نجوا من هجوم الوحوش الشيطانية خارج المدينة المجيدة. وخاض نيلي معارك كتيرة واكتسب قوة كبيرة في حياته السابقة. وفي آخر معاركه وهو بيموت اتمنى لو كان قوي كفاية وقت الهجوم على المدينة المجيدة عشان يقدر يحميها. ويبدو ان امنيته اتحققت وخد فرصة تانية لإنقاذ المدينة وحماية اللي بيحبهم. لكن دلوقتي في مشكلة، وهي ان مستحيل واحدة زي زيون كانت تبصله لولا اللي حصل، وده لان زيون تبقى بنت زعيم المدينة ونيلي من عائلة متواضعة. لكنه بيقول انه بفضل المعرفة اللي اكتسبها من حياته السابقة فالموضوع هيكون سهل. وبيبص نيلي على لو بياو وبياخده بالحضن وبيقول له وحشتني. ولو بياو بيكون مستغرب من تصرفاته وبيلاحظ اهتمامه بزيون، وبيقول له مستحيل انسى الموضوع ده، دي بنت زعيم المدينة ومستحيل تبص لواحد زيك. فبيقول له نيلي انها هتكون مراتي وبكره تشوف. وجنب زيون بيكون قاعد ولد بيبص لنيلي وما بيكونش طايقه. وبيقول نيلي ان ده شينيوي سليل العائلة المقدسة، وهي واحدة من العائلات ال3 الرئيسية، واللي منها برضو المعلمة شينزيو وتبقى عمة شينيوي. وفي حياة نيلي السابقة شينيوي كان لازق لزيون، وبما انهم الاتنين من عائلات كبيره فلولا الهجوم اللي حصل كانوا اتجوزوا. وبيقول نيلي ان لما حصل الهجوم العائله المقدسه هربت، وعشان كده هو بيحتقرهم. وبتبص المعلمه على زيون وبتقول انها بنت زعيم المدينه وحفيده الروحاني الشيطاني الاسطوري، ونطاقها الروحي هو ازرق سماوي، وده معناه انها موهوبه وعبقريه، ولو شينيوي قدر يتجوزها هيكون مكسب كبير لعائلتنا، وعشان كده هم حطوه معاها في نفس الصف. وبتبدأ المعلمة شينزيو بالكلام وبتقول إن وفقا لقوانين المدرسة فكل الطلاب متساويين، لكن الكلام ده بلح وملوش علاقة بالواقع، ومفيش حاجة اسمها مساواة. المدينة المجيدة هي آخر مكان فيه بشر، وحمايتها هي مهمة الروحانيين الشيطانيين، وبناء على قوة الروحاني الشيطاني بتتحدد مكانة العائلة. والعائلات بتكون أرستقراطية لما بيظهر فيها روحاني شيطاني ذهبي، وبتكون نبيلة لما بيظهر فيها روحاني شيطاني ذهبي أسود. أما عشان تكون من العائلات ال3 الرئيسية فلازم يظهر في العائلة 3 روحاني شيطاني ذهبي أسود أو 1 روحاني شيطاني أسطوري. وبتقول شينزيو إن العمي هيفضل عمي، واللي فاكر إنه هيغير ده يبقى بيحلم. وبيغضب دوزي من كلامها وبيحس باليأس، وده لأنه من العامة. وبيقول نيلي إن في حياته السابقة دوزي قدر يوصل لروحاني ذهبي بقوته الخاصة وبدون الاعتماد على عائلته، وأثناء الهجوم هرب كتير من النبلاء، لكن دوزي العمي وقف وقاتل بكل قوته لحد ما مات. وبيغضب نيلي جدا لان اول ناس هربت كانوا العائله المقدسه اللي المعلمه منها. وبيقاطع نيلي المعلمه وبيرفع ايده وبيقول انا عندي سؤال. وبيقول نيلي للمعلمه انت بتقول ان المدينه المجيده هي الوحيده اللي نجت واننا اخر البشر الموجودين، ايه دليلك على كده؟ هل خرجتي بره جبال القديسين اللي بتحاوط المدينه وزرتي مستنقع القمر او الجبل اللامع او الجليد الشمالي؟ والمعلمه ما بتكونش عارفه هو بيتكلم على ايه، وبتقول انها ما خرجتش من المدينه المجيده من ساعه ما اتولدت.
فبيقول لها نيلي لما انت ما زرتيش اي مكان خارج المدينه المجيده ايه اللي مخليكي متاكده ان مفيش بشر غيرنا؟ وبيقول لها نيلي انا هقول لك حكايه. كان في ضفدع صغير عايش حياته كلها في بير وكان بيشوف السماء من فتحه البير فقط، وده خلاه يقول ان السماء بحجم فتحه البير. هل ده معناه ان كلامه صح؟ وبيضحك الطلاب على المعلمه اللي بقى شكلها وحش وبتغضب المعلمه من نيلي. وبيكمل نيلي كلامه وبيقول انا عندي سؤال تاني، هو مش الزعيم ييمو كان عمي هو كمان ولا انت ما كنتيش تعرفي؟ فبتقول له المعلمه معاك حق، لكن الزعيم ييمو هو استثناء، ومن بين كل اللي حوله هو الوحيد اللي قدر يوصل. وبتقول المعلمه انت اسمك نيلي وانت من عائله ارستقراطيه، خلينا نشوف موهبتك يا عم اللمض. وبتبص على بياناته وبتلاقي ان نطاق روحه احمر، وده اضعف حاجه، وقوه الروح بتكون 5 وقوه الجسد بتكون 21. وبتقول له المعلمه بموهبتك دي اخرك هتوصل لمقاتل برونزي، ويستحيل على واحد زيك يوصل لروحاني شيطاني من المستوى البرونزي حتى. وبيغضب نيلي وبيقول لها موهبتي ضعيفه، ويعني انا هكون روحاني شيطاني اسطوري زي الزعيم ييمو وهتجوز اجمل بنت في المدينه. وبيقوم باصص على زيون اللي بتتكسف ووشها بيحمر. وبتضحك المعلمه على كلامه وبتقول حتى الزعيم ييمو كان موهوب وهو صغير، وكان بيمتلك موهبه نطاق روح ازرق سماوي مش احمر ضعيف زيك. وبيغضب نيلي من كلامها وبيقول لها ايه رايك نعمل رهان؟ بعد شهرين هيكون في اختبار، وخلال الشهرين دول هوصل لروحاني شيطاني برونزي، ولو فشلت هسيب المدرسه، لكن لو نجحت هتستقيلي من المدرسه. وبتضحك المعلمه وبتقول له انت فاكر هتقدر ترفع قوه روحك من 5 ل 100 في شهرين؟ انا موافقه بالتحدي، لكن عشان وقحتك فانت هتقف في اخر الصف طول الشهرين دول. وبيقول دوزي ان بالرغم من ان نيلي من النبلاء الا انه دافع عني وعن العوام. وبيقوم يقف معاه وبيروح لوبيا وبيقف جنبهم وبيتضامن معاهم كمان 3 وبيقفوا معاهم، وبكده يكون نيلي قدر يجمع رفاق يقدر يعتمد عليهم في رحلته الجديده. وبتبدأ المعلمة تقول للطلبة نتيجة قوة أرواحهم. وزيون بتمتلك موهبة نطاق روح بحر أزرق سماوي وقوتها الروحية 86. وشين يوي وبنت تانية اسمها نينجير بيمتلكوا روح بحر أخضر وقوة روح 78. وبيقول نيلي إن نينجير واحدة من العائلات النبيلة السبعة، وقبل ما المدينة تتدمر كانت وصلت لروحانية شيطانية من المستوى الفضي، ولأن عائلتها كانت عايزة تحسن من وضعها فأجبروها على الجواز من أخو شين يوي الكبير من العائلة المقدسة، لكنها ما كانتش موافقة وهربت للغابة وما رجعتش. وبيقول نيلي إن لو بقى قدامه الفرصة فلازم يساعدها. وبتقول المعلمة إنها هتكون سعيدة لو واحد فيهم قدر يوصل لروحاني شيطاني برونزي في الاختبار. وبيقول دوزي عشان يوصل الشخص الروحاني شيطاني برونزي ذو نجمة واحدة لازم قوة روحه تكون 100، والموضوع ده صعب جدا لدرجة انك عشان تكون مقاتل برونزي لازم تقدر ترفع صخرة ضخمة وتكسر شجرة بضربة واحدة. اما عشان تكون روحاني شيطاني فده اصعب، وده لان قوة الروح مقسمة ل7 الوان، وهي احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق سماوي، وازرق بنفسجي. والناس العاديين بيمتلكوا نطاق روح بحر احمر، ودول تقريبا مستحيل يقدروا يكونوا روحانيين اصلا واخرهم يكونوا مقاتلين. اما اللي عندهم نطاق روح بحر برتقالي واصفر ممكن يبذلوا مجهود ويتدربوا على قوة الروح، واللي عندهم نطاق روح بحر اخضر وازرق فدول موهوبين بالفطره وبيمتلكوا قوه جباره. وبيقول نيلي لدوزي ولوبيا وانا هخليكم اقوى الروحانيين بس تسمعوا كلامي، كل اللي عليكم تثقوا فيا وما تستسلموش، لكننا هنحتاج شويه فلوس في الاول. فبيقول له لوبيا وما تشيلش هم الفلوس، انا محوش 2000 عمله حلال عليك لو هتخليني روحاني شيطاني. فبيقول نيلي 2000 عمله ايه دول ما يعملوش حاجه، احنا محتاجين 1,000,000 عمله. وبيتصدم لوبيا ودوزي من الرقم، لكن يبدو ان نيلي عنده خطه لجمع المال. ونيلي من عائله ارستقراطيه اسمها العلامه السماويه، وزعيم العائله روحاني ذهبي ذو نجمه واحده، ودخلهم السنوي حوالي 600,000 عمله، لكن مصاريفهم كبيره لانهم بيدفعوا لمدارس الاطفال لوحدها 300,000 عمله في السنه. وبالرغم من ظروفهم المادية السيئة إلا إنهم بيودوا كل الأطفال لمعهد الأوركيد المقدس، وده لأنهم بيؤمنوا إن أملهم في الارتقاء هو في الأجيال الجديدة. وبسبب وضع عائلة نيلي فما بيقدرش يعتمد عليهم في جمع المال اللي محتاجه وبيعتمد على نفسه. وبعد المدرسة بيروح نيلي وأصدقائه للسوق عشان يشتروا شوية حاجات، وبيلاقوا درع بيعجبهم لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا سعره 60,000 عملة. وبيقول لهم البائع إنه درع من المستوى البرونزي وتم دمج قوة وحش العاصفة الثلجية معاه. وبيقول لوبيا وانا مصروفي 500 عمله في الشهر، احنا ننسى موضوع الدرع ده. وبيجي شينيوي وزيون كمان بتكون معديه من المكان، وبيستخدم شينيوي خاتم لابسه في ايده وبيطلع 60,000 عمله وبيشتري الدرع.
والخاتم ده اسمه خاتم فضائي وبيستخدم في تخزين الاغراض زي الفلوس وغيرها. وبيتعصب لو بياو وبيقول ازاي دفع الفلوس دي كلها وكمان معاه خاتم فراغي، وبيقول دو زي لنيلي انسى حوار زيون، الواد غني ووسيم وانت مش هتقدر عليه. فبيقول نيلي ان الحاجات دي ما تفرقش مع زيون، وده لانه عارفها كويس من حياته السابقه. وبيقول نيلي يلا نبدا بتنفيذ الخطه، وبيطلب من لو بياو يشتري قوس و500 سهم. وبيروح نيلي يشتري عشب البركه السوداء ومذيب، وبيجمع اعشاب اسمها زويسيا. ودوزي ما بيكونش فاهم حاجه وبيسال نيلي احنا هنعمل ايه بالحاجات دي. فبيقول نيلي ان عشب البركه السوداء ليه تاثير شلل ضعيف، لكن بوضع المكونات التانية عليه فهيكون كافي لعمل شلل للوحوش الضعيفه. وبينبهر دوزي بالمعلومات اللي عنده وبيقول له انت عرفت الكلام ده منين، انت كيميائي ولا ايه؟ وبيفتكر نيلي لما كان في الغابه المسمومه وقابل هناك بشر عندهم خبره كبيره في الكيمياء، وتعلم نيلي منهم وعرف قد ايه اللي بيسموا نفسهم كيميائيين في المدينه المجيده ما يعرفوش حاجه عن الكيمياء اصلا. وبيرد على دوزي وبيقول له ايوه تقدر تعتبرني كيميائي. وبيروح نيلي ودوزي لمنطقه التدريب وبيقابلوا هناك لو بياو. ومنطقه التدريب هي مكان مناسب للروحانيين الاقل من مستوى فضي والطلبه يقدروا يدخلوها، وهي عباره عن منطقه فيها وحوش منخفضه المستوى اصطادها روحانيين عندهم خبره، ومسموح للطلبه اصطياد الوحوش دي والحصول على الفراء والكريستال الشيطاني وحاجات تانية بتقع من الوحوش. وبيقول لهم نيلي اننا هنبدا باصطياد الاغنام ذات القرون، وبيدخلوا لمنطقه التدريب. ازاي نيلي هيصطاد الوحوش وايه هي خطته لجمع المال وهيعمل بيه ايه، ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. فما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناه، والسلام.